السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنعمل مع بعض النهاردة يا ولاد الكاتشب بس بطريقة خطيرة. والله يا جماعة طالع ما شاء الله، جميل الطعم والريحة، تحفة تحفة تحفة. بس امشي على نفس الطريقة اللي أنا عملتها، هيطلع معاكي تحفة ما شاء الله، والله تحفة. طبعا معايا كيلو طماطم. انا عملته طبعا زي ما انتوا شايفين، عبيته في اكياس كده عشان انا هفرزه وهطلع الكيس على حسب ما الاستعمال، بس مش اكتر. حتى لو حابة تعملي بيه صوص للبيتزا هيمشي معاك، هتزودي عليه بس شوية زعتر بس. يعني لو عملت نفس اللي انا عملته ده وعملت كمية وانت جاي تعملي بيتزا ولا حاجة، زودي عليها زعتر بس، لان انت هتشوف الطريقة تحفة. طبعا جبنا الطماطم كده زي ما احنا شايفين، قطعتها وحطيتها زي ما هي، ما حطيتش عليها مية. خدت غلوتين زي ما احنا شايفين كده ونزلتها. شفتوا بقى الطريقة بتاعت امهاتنا؟ انا ما حبيتش اعمله بالهاند بلندر ولا في الخلاط، انا حبيت اعمله في المصفى يا ولاد زي ما احنا شايفين كده. عصرتها بالمصفى عشان اطلع التفل، لان انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت كيس فلفل الاحمر البارد عليه. كنت انا مخزنه فلفل الاحمر، يعني مش من اللي انا عملته معاكم اخر مره، لا فلفل كنت يعني شايلاه زي ما هو كده، قطعته عملته في الكبه وشلته زي ما هو تمام. لأي طريقة بتعملها زي دي كده. عصرناها في المصفى زي ما احنا شايفين. طب تعالي نشوف بقى هنحطه عليه ايه. هنحط توم بودرة، بصل بودرة، فلفل اسود، شوية بابريكا، ونص كوباية سكر، نص كوباية خل. تمام. حطينا توم بودرة يا ولاد، بصل بودرة، شوية فلفل اسود، بابريكا. تمام. وشوية الملح طبعا كنت نسيت فبقول لكم على الملح هنا. صلوا على رسول الله يا حبايب قلبي. ومعانا بقى المعلقة، نفس المعلقة اللي انتوا شايفينها الصغيرة دي، حطيت عليها معلقتين مية، وده معلقة نشا يا ولاد. مش بحط النشا الا وانا خلاص هيتسبكت وهنزله. طبعا كنت حطيت بتاع الطماطم زي ما احنا شايفين كده بعد ما عصرناها، حطيتها على البوتاجاز، قعدت ايه تتسبك بقى مع نفسها. قلت لا لازم اديها ايه بالهاند بلندر، ايه لفه. ما عندكش الهاند بلندر حطيه في الخلاط. طلع بقى بسم الله ما شاء الله. يعني عايزه اقول لكم كانت ناعم ما شاء الله، وزي الكريمه بالظبط ما شاء الله. شوفوا عامل ازاي لما عملناها بالهاند بلندر. سبتها بقى اتسبكت خالص كده، ورحت نازله عليه اللهم صل على حضرة النبي. في الاخر خالص نزلنا يا ولاد بالمعلقه النشا.